وبعد 45 حلقه من مسلسل مفترق طرق، شاهد بتعمل لنا مسلسل جديد من النوعيه اللي انا بحبها وبفضلها، وهو مسلسل عمر افندي اللي مكون من 15 حلقه. بس قبل ما نتكلم مع بعض في اي حاجه لازم بقى تنزل تعمل لايك وشير وسبسكرايب. مش معقول يا جماعه مش عارفين نوصل ل 10000. احنا قربنا جدا من التارجت بتاعنا، وان شاء الله نقدر نوصل ل 10000 مشترك، لان حقيقي ده بيشجعني ان انا اعمل فيديوهات اكتر واكتر، لان بحس ان القناه متشافه. خلاص عملت اشتراك في القناه، يبقى يا مساء الفل عليكم في قناتكم قناه ماستر سين. انا مايكل عاطف وجاي اتكلم معاكم دلوقتي حالا عن مسلسل شاهد الجديد، مسلسل عمر افندي. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ مناظر. احلى من الشرف مفيش. راجل يمين سمعت. مسلسلنا من بطولة أحمد حاتم وآية سماحة ورانيا يوسف ومصطفى أبو سريع ومحمد رضوان ومحمود حافظ ومحمد عبد العظيم، والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، أما الإخراج لمصطفى أبو غزالة في أول عمل ليه. بتدور قصة المسلسل حوالين علي اللي متجوز بنوتة غنية، واللي كان في البداية والده معترض على الجوازة دي، وبعد ما والده بيتوفى علي بيقرر إن هو يبيع البيت. بس قبل ما يبيع البيت بيكتشف جوه البيت سر غريب جدا. البيت جواه سرداب بيقدر ينقله من زمن لزمن، بيقدر فجأة يتنقل لزمن الأربعينات، وبالتحديد سنة 1942 في وقت الاحتلال الانجليزي. ولما بيروح الزمن ده بيكتشف ان والده كمان كان هو بيروح الزمن ده وعايش فيه، ومش عايش عيشة عادية، لا ده عايش ومتجوز والدنيا اخر قلصته. وبيبتدي علي يحاول يتعايش في الزمن ده لان بيلاقي فيه نفسه، والحقيقة الزمن ده فعلا مميز، الواحد كان يتمنى ان هو يعيش فيه. وطبعا بيحصل له شوية احداث كتير مختلفة، اهمها بالنسبة لنا هو اختلاف الحضارات. راجل جاي من الالفينات فجأة لقى نفسه في الاربعينات، والمفروض ان ده يخلق كوميديا موقف. طب هل المسلسل نجح ان هو يعمل كوميديا موقف او يعمل كوميديا اصلا ولا لا؟ ده اللي نعرفه حالا مع بعض لما نتكلم عن الايجابيات والسلبيات اللي انا عارف ان انت قاعد ومستنيه. بصوا في البدايه كده انا ما كنتش حابب اتكلم بعد اول حلقتين، لان بصراحه اول حلقتين كانوا حلوين وعجبوني وقدروا كمان يشدوني وخلوني عايز اتابع المسلسل. لكن بدايه من الحلقه الثالثه لقيت الكيرف بتاع المسلسل ابتدى يقع، وده على طول هينقلني ان انا اتكلم في السلبيات. من سلبيات المسلسل هي الكتابه الكوميديه اللي انا شايف انها ضعيفه ومستهلكه. الكاتب او المؤلف هنا تقريبا كان بيحاول يعتمد على بساطه الافيه، لكنها هربت منه وقلبت بسذاجه. هو كان عايز يعمل ستايل زي بتاع هشام ماجد اللي بيقول الافيه البسيط اللي يجيب معاك ضحك جامد قوي، لكن وللاسف الشديد هو مش مكتوب حلو. في فرق بين الافيه وفي فرق بين الاستظراف. ده غير ان مع احترامي الشديد وحبي الكبير لاحمد حاتم، الا ان انا شايف ان احمد حاتم الكوميدي ده مش حتته. يمكن ابو سريع بيحاول شويه وبيجتهد في الجانب الكوميدي، ويمكن آية سماحه بتحاول هي كمان تلعب شويه كوميدي، لكن من وجهه نظري ان اكتر حد عارف يعمل كوميدي فعلا ويقدم لي ضحك هو محمد عبد العظيم اللي بيلعب شخصيه لمع النجس. انا اسف يا جماعه بس هو اسمه كده في المسلسل. وحقيقي محمد عبد العظيم ممثل قوي جدا وقادر يعمل كوميديا حلوه قوي. حتى في افيه معين كده بيقولوا طول المسلسل هو الوحيد اللي علق مع اولاد الصغيرين، بس انا منعتهم ان هم يقولوه. ويجي بعديه على طول في الكوميديا محمد رضوان اللي بيلعب دور اليهودي شلهوب. وطبعا محمد رضوان مش محتاج اتكلم عليه كتير، انت عارف ان هو راجل عنده تلقائيه وعنده قبول عالي جدا، فعامل دور اليهودي اللي مهووس وخايف من الالمان بطريقه حلوه قوي. وعشان اكمل لك الكلام اللي بدات بيه الحلقه، من بعد الحلقه الثالثه وكيرف المسلسل بدا يقع. يعني الحلقه الثالثه كانت عاديه بالنسبه لي، ما كانتش قويه. دخلنا بقى الحلقه الرابعه اتفاجئت بحته استعراض. انا لو بعمل سكتش صغير لا يمكن اصمم استعراض بالشكل ده. فين الاستعراض يا جدعان؟ انت بتعملي ايه يا آية؟ انا كنت احب اعيش اجواء الاستعراض اكتر من كده. ومع احترامي الكامل لصناع العمل، ازاي زيزي الرقاصه بطله الاستعراض طالعه مش عامله اي حركه استعراضيه، طالعه لابسه كولون اسود على فستان طويل وعماله تعمل كده بفستان. عجبتك الحركه دي؟ الشارع اللي وراه. رغم ان الاجواء والنوستالجيا والمود كانوا عاجبني جدا وانا مستمتع بيهم. فبالنسبه لي اول سلبيه في المسلسل هي السيناريو او كتابه الكوميديا اللي طالعه مش احسن حاجه. وزي ما اتفقنا مع بعض كتير قبل كده ان السيناريو ده هو العظم بتاع العمل، هو الاساس اللي بقدر عليه بعد كده ابني اي حاجه تانية انا عايز اعملها. يعني ممكن تكون الصوره حلوه، ممكن تكون الموسيقى حلوه، لكن لو العظم والاساس ضعيف هيطلع التوتال مش حلو. وللاسف الشديد ده اللي حاصل. الكوميديا اللي مكتوبه مبتذله وضعيفه شويه، فيها سنه استظراف مع تزويد الافيهات وتكرارها. زي الافيه اللي بيقوله محمود حافظ كل شويه لما بيحب ينده على رانيا يوسف بيقول لها ازيك يا معتزله. في الاول كانت لطيفه، كانت ظريفه، كان لها ايقاع على الودن، بعد كده بدات تبقى سخيفه، بدات تبقى بايخه، ما بقتش حلوه. نفس الكلام برضو متكرر مع آية سماحه. كانت في الاول بتعمل افيه ظريف، بتضحك كده تقول له شكلك عايز تتهزق، بعد كده بدا الموضوع يتكرر فبدا يبقى بايخ. ان احنا نستهلك الافيه ونحلبه 20 مره دي مش هتجيب ضحك. هو الافيه بيضحك اول مره عشان بيكون لسه جديد. تاني مشكله معايا في المسلسل هو ان انت رامي جزء كبير جدا من الكوميديا على احمد حاتم، في حين ان احمد حاتم
اصلا مش كوميديان، احمد حاتم يقدر يلعب انواع كتير تاني من التمثيل، فانت ممكن ترمي له افيه او اتنين وهو وحظه يا جاب يا ما جابش، انما يبقى على كتافه جزء كبير من الكوميديا، لا دي مش حلوه خالص ومش لطيفه. انا متفهم جدا وجهه نظر المخرج، لان علي ده هو اللي جاي من العصر الحديث، وفي العصر القديم 1942 سمى نفسه عمر، فبيحصل مواقف بقى واختلاف في الثقافات المفروض ان ينتج عنها كوميديا. زي مثلا لما بيقولوا رانيا يوسف لا ده انا كنت عايز انكشك، الكلمه دي عاديه ودارجه عندنا، فرانيا يوسف بتستعجبها لانها في سنه 1942، فبتقول له ايه يا افندي هو انت شايفني اكل فراخ؟ المفروض ان ده افيه ونضحك، وهكذا قيس على كده كتير قوي. بس عموما زي ما احنا برضو متعودين وزي ما احنا متفقين، انا مش هقدر احكم حكم نهائي عن مسلسل، خصوصا ان ما عداش منه غير تلته، عدى 5 حلقات والمسلسل المفروض ان هو 15 حلقه، فخلونا نتابع ال10 حلقات اللي جايين مع بعض وبعد كده نبتدي نحكم عن المسلسل حكم نهائي. بس لحد دلوقتي عشان اكون صريح معاك، اول حلقتين حلوين وشدوني وعجبوني، خصوصا ان ايقاع اول حلقتين كان حلو قوي وشددني. الحلقه الثالثه وقعت شويه، الرابعه والخامسه وقعت قوي، فلو انت ما شفتش المسلسل لا روح اتفرج عليه وبعد كده تعالى نرجع نتكلم عليه تاني مع بعض. ولو انت مستني مني تقييم رقم لحد ال5 حلقات اللي انا شفتهم، فانا اقول لك ان تقييم المسلسل هو 5.5 من 10، وال5.5 دول بسبب ان اول حلقتين كانوا حلوين، وان انا عشمان ان الحلقات اللي بعد كده هتظبط، وعشمان ان الوقعه اللي حصلت دي تبقى في الثالثه والرابعه والخامسه وبس. رغم ان المفروض ان اول تلت في المسلسل ده انت بتبني كل الاحداث الدراميه اللي انت عايز تبنيها، انت بتفرش له وبتمهد لي القصه براحتك خالص، فلو انا فصلت ولقيت الافيهات بتاعتك مش قويه في اول 5 حلقات، طب ايه اللي مستنيني في اخر 10 حلقات؟ عموما برضو مش هنحكم وهنستنى نشوف بعينينا عشان نعرف نحكم صح. وبس كده، ما عنديش اي حاجه تاني اقولها على مسلسل عمر افندي. اوعى تنسى بقى تعمل سبسكرايب عشان نوصل ل 10000 مشترك. انا معتمد على الله اولا وعليك انت ثانيا، فساعدني بقى عشان القناه تكبر بيكم وليكم. وشكرا ليكم واشوفكم على خير في مراجعات تاني جايه كتير. انا بابا يلا.